السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، كلشي بخير، كلشي مزيان. معكم يوسف، قناة أنفو موطو. اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على الموضوع ديال البلاكات ديال الموتور أو لوحة ترقيم الدراجة النارية. الصراحة وصلونا بزاف ديال الأسئلة، وهاد الأسئلة بغيت جمعتهم في واحد 7 الأسئلة كيتعلقوا بهذا الموضوع ديال البلاكات الموتور. خوش، الأسئلة هما هادو. أول سؤال هو شنو هي البلاكة ولاش كتصلح. السؤال الثاني شنو الفرق ما بين البلاكة صغيرة والبلاكة كبيرة. السؤال الثالث امتى ندير بلاكة كبيرة وامتى ندير بلاكة صغيرة. السؤال الرابع كيفاش ندير هاد البلاكة هادي الموتور ديالي، يعني شنو المراحل اللي غادي نمر منها الا بغيت ندير بلاكه. اما السؤال الخامس على شحال ديال الوقت تخرج البلاكه فاش غندفعها، يعني شحال ديال الوقت. اما السؤال السادس كيقول يعني كيفاش نزور البلاكه. السؤال السابع الا ما درتش البلاكه شنو غيطرى للموطوري، يعني شنو كيقول القانون في هذا الشيء. قبل ما نجاوبكم الخوت على هاد الاسئله، نبغي نقول الناس اللي ما مشتركينش عندي في القناه او ما مابونيش عندي في القناه، غيهبطوا لتحت الفيديو غلقاو صابوني او اشتراك او سبسكرايب بالاحمر، كليكي عليها باش يبقى يوصلك كل جديد ديالي. ان شاء الله مازال مواضيع بزاف. نبداو على بركه الله. غنجاوب لكم على اول سؤال، وهي شنو هي البلاكه ولاش كتصلح. البلاكه خويا هي واحد اللوحه كتلصق في اخره الموتور، وكيكون فيها واحد الاعداد وحروف وحرف. المهم، هذاك الارقام وهذوك الاعداد يعني ما كيتعاودوش عند شي موتور اخر، كيكون عندك غير انت صافي. وكيكون هذاك البلاكه كتكون داخله عندهم السيستم ديال اصحاب الترقيم، اصحاب ترقيم الدراجه الناريه، كيكون داخل عندكم في السيستم. اما بالنسبه لاش كتصلح هاد البلاكه الخوت، كتصلح بالنسبه للناس اللي كيتشفروا لهم موطورهم، يعني كيسهل على الامن باش يلقى لك موطورك. وكتصلح ثاني حتى لا دخل فيك شي موطور ولا شنو هو في الطريق وبغى يهرب، يعني كتعقل غير على البلاكه ديال الموتور صافي. حيت مع البلاكه ديال الموتور بحال اللي مكتوبه فيه سميتو، ماشي يعني بحال مكتوبه فيه سميت ديال مول الموتور. وكاين تاني حاجه اخرى بالنسبه لهذوك اللي كيديروا مخالفات، يعني بحال دابا شي واحد دار شي مخالفه وهرب، البوليسي حتى هو يعني كيضرب ليه غير على البلاكه صافي، كيجبدوا مول المخالفه. اما بالنسبه غندوزو للسؤال التالي، يعني شنو الفرق ما بين البلاكه صغيره والبلاكه كبيره. الخوت، البلاكه صغيره هي هذه، والبلاكه الكبيره هي هذه. شنو الفرق اللي كنشوفوا هنا؟ كنشوفوا ان كاين هنا ما كاينش حرف، وهنا كاين حرف، فهمتي كيف ما كتشوفوا. البلاكه الصغيره ما كيكونش فيها حروف، البلاكه الكبيره كيكون فيها حرف. هذه من ناحيه المقارنه، من ناحيه يعني من ناحيه المظهر او من ناحيه الارقام اللي فيها. ما فيها باس نقول لكم على هاد الارقام شنو كيعني وكل واحد. خوت، هذا الرقم الكبير هذاك يعني واحد، هذا العدد الكبير هو عبارة عن عدد تسلسلي، كيكون من 0001 حتى ل 90999. انفو كيفوتوا هذا الرقم هذا، يعني كيفوتوا 99999 كيطلعوا هنا لهذا الحرف وكيزيدوا فيه حتى هو، بحال اللي كانت الف كتولي باء، فهمتي، كتباء كتولي جيم، هنا دال كتولي دال، ديك اللي بالنقطه دال. اما هذا الرقم هذا كيعني العماله اللي مسجل فيها الموتور، يعني لا تابع هذا الموتور واش تابع العمالات الجديده او اقليم جديده او تابع الكازا، فهمتي. بحال حنا جديده هنا كتلقى 55، الموتور كتلقى عندهم 55 هنايا. دابا شفنا الفرق من ناحيه الهيئه او من ناحيه كيفاش كتشوف البلاكه. دابا غادي نمشيو للفرق في الوثائق. بالنسبه للخوت بلاكه صغيره، الوثائق كتكون عندك غير لاسيرونس اللي كتخلصها صافي. لاسيرونس كتكون رخيصه بمقارنه مع بلاكه كبيره، كتكون يعني كتكون رخيصه بزاف، يعني تقريبا النص ديالها. اما بالنسبه للبلاكه الكبيره راه كيكون، وبلاكه صغيره ما كتكون فيها لا بيرمي لا ضريبه لا والو، كتكون فيها غير لاسيرونس. اما بالنسبه للبلاكه الكبيره كيكون فيها بيرمي وكتكون فيها لاسيرونس طالعه على البلاكه الصغيره، وكتكون فيها حتى الضريبه. كاين الماطر على اللي فيه الضريبه على حساب شحال ديال الخيل، بحال الماطر الكبار كتكون فيهم الضريبه. دابا جاوبتكم على السؤال الثاني اللي هو شنو الفرق ما بيناتهم. دابا غنجاوبكم على السؤال الثالث، امتى ندير بلاكه كبيره وامتى ندير بلاكه صغيره. خويا، بلاكه كبيره بلاكه صغيره غديرها
الا كان الموتور ديالك فيه الماكينه لا سيلندري ديالها ما كتفوتش 50 سي او 50 سنتيمتر مكعب، يعني هذا الموتور خارجه فيه بلاكه صغيره، يعني خارجه فيه بلاكه فيها اقل من 50 سي. بلا ما تقول لي زعما كاين اللي يعني ماشي كاين، يعني غيقدر عندك موتور كبير وغندير ليه غير ماكينه صغيره وغنمشي ندير لا فيزيت وغيعطوني بلاكه صغيره، دير ما كايناش. يعني هما راه ماشي كيضربوا غير على الماكينه، كيضربوا حتى على واحد نيميرو تاع كيكون في الكادر ديال الموتور، كيضربوا على كيشوفوا حتى بزاف د الحوايج اللي كيشوفوهم اصحاب لا فيزيت، فهمتي؟ حتى هذيك هي المهنه ديالهم. اما بالنسبه اما بالنسبه للبلاكه الكبيره، اما بالنسبه امتى دير بلاكه كبيره، كديرها الا كان عندك الموتور لا سيلندر ديالو فيه 50 سي، يعني خارج موتور فيه الماكينه لا سيلندر ديالها كبر من 50 سي. وكتكون باين الماطر اللي كدير فيهم بلاكه كبيره كيكونوا كبار، باينين كاع دوك الماطر كبار راه كيدير فيهم بلاكه كبيره، حيد غير دوك الماطر موبيلات وداك الشيء كيدير فيهم بلاكه صغيره بحال سونطروا بيكان سي 50، فهمتي؟ هادوك كيدير فيهم بلاكه صغيره. دابا غنجاوبكم السؤال الرابع، كيفاش نصاوب بلاكه ديال الموتور. صراحه كاين فرق في التصاويب ديال البلاكه بالنسبه لبلاكه صغيره وبلاكه كبيره. بحال مثلا الا كانت عندك بلاكه صغيره، غير خاصك تجمع غير واحد الدوسي وغدير لا فيزيت، وهذيك لا فيزيت غيقوموا بالاجراءات وغيفحصوا الموتور ديالك وصافي، وغيعطيك واحد الوصل. اللي غدوز واحد المده وغتجي تاخذ البلاكه ديالك. اما بالنسبه للوثائق ديال ديك الدوسي، كاين فوتوكوبي لا كارت ناسيونال، فوتوكوبي شهاده الملكيه، وفوتوكوبي العقد البيع اللي كان عندك، وتصريح بالشرف. اما بالنسبه لك كانت عندك بلاكه كبيره اخويا، هنا يعني كتحتاج فيها العراقيل شويه، يعني كتحتاج بزاف التخربيق، بحال مثلا كتجمع هاد الدوسي اللي قلت لك انا دابا، شهاده الملكيه، فوتوكوبي لا كارت ناسيونال، فوتوكوبي شهاده الملكيه، وفوتوكوبي العقد البيع اللي كان عندك، وتصريح بالشرف، وكدير لا فيزيت. هذوك لا فيزيت كيفحصوا لك الموتور ديالك وكيعطوك واحد الوراق، وهذوك الوراق كديهم للسيرفيس ديميل، وهذاك السيرفيس ديميل كيعطيوك، هما كيدخلوا داكشي عندهم في السيستم، وكيعطيوك واحد الوراق كتمشي تدفع من ماشي كتمشي تدفع، كيعطيوك واحد الوراق كتمشي تخلص بهم الضريبه اللي كانت عندك، وتخلص لاسيرونس عاد كتجي كيعطيك واحد الوصل. هذاك الوصل اللي كيثبت بانك دافع على البلاكه، يعني واخا ما تكونش عندك الوصل، هو اللي كيعني بانك صافي راه عندك بلاكه، يعني حيت مع البلاكه ما غتخرج لك في نهارك، يعني خاصك واحد شهرين ولا 4 شهور، ولا على حسب كل شحال كتخرج ليه. يعني الا كان عندك داك الوصل بحال اللي دافع على البلاكه، يعني ما غتحاك لا مع بوليس لا مع والو. صافي كيف ما قلت لكم، سيرفيس ديما باش تخلص لاسيونس وداك الشيء، غترجع عندهم يعطيك واحد الوصل. هذاك الوصل فاش كتفوت ديك المده اللي محددين لك في داك الوصل، صافي كتجي تاخذ البلاكه ديالك. اما بالنسبه شحال ديال الوقت باش تخرج لك البلاكه، كاين على حسب البلاصه اللي انت فيها، واش فيها الضغط ولا ما فيهاش الضغط. كاين اللي كتوصل حتى ل 4 شهور، بحال انا تقريبا خرجت ليا البلاكه على 4 شهور. في الاول كيعطيوك الوصل فيه شهرين، يعني تقدر تسيركيلي بموتورك بلا بلاكه شهرين، يعني قانوني، ما كاين حتى مشكل. ولكن فاش ضرب شهرين، خاصك داك النهار اللي غيسالي فيه هذيك الشهرين، خاصك تمشي ولا تمشي انت قبل، المهم قبل ما تسالي ديك الشهرين تمشي تسوي على بلاك واش كتخرج ولا ما تخرج. الا ما كانتش غتخرج، خاصهم هما غادي يكاشيو لك واحد شهرين اخرى، يعني بحال هي تولي 4 شهور، على 4 شهور عاد تخرج لك البلاكه، ولا على حسب واش كاين الضغط، ولا هما غادي يقولوا لك شنو كاين. اما بالنسبه للسؤال السؤال السادس، اللي هو كيفاش نزور البلاكه. الصراحه بالنسبه اللي كيزور البلاكه راه كيغامروا بزاف، الناس اللي كتزور البلاكه راه كتغامر بزاف. علاش؟ حيت مع داكشي غير قانوني، ولا حصلوا الموتور عندك مزور، يعني مزوره فيه شي حاجه، راه غادي يديو لك نيشان الفوريان وما غيعقلوش عليك الموتور، ما بقيتيش تشوف. راكم عارف القانون لا يرحم. اما بالنسبه باش نشرح التفاصيل ديال التزوير ديال البلاكه، راه لا يمكن، حيت انا ما كنصحش بنادم انه يزور بلاكه صراحه. عندك موتور كبير سير دير لي بلاكه كبيره، عندك موتور صغير سير دير لي بلاكه صغيره، هادشي اللي كاين. كما كيقول ما ديرش ما تخافش، هادشي علاش غادي دير علاش غادي تمشي تزور غتبقى مخلوع وهارب من البوليس، وهادي دير داكشي اللي عليك وصافي، وما تخاف من حتى واحد.
هادشي اللي غنقول لكم. اما بالنسبه الا ما كانش عندك البلاكه كاع، لما كنتيش لا دافع لا ما عندكش، راه هنا الله يحفظه ولا شدوك البوليس باش شنو هو الموتور ديالك راني شال ريان وما غاديش يرحموك. مازال دابا باقي كيميكو شويه، ولكن راه من بعد راه ما غاديش يرحموا بنادم. هادشي اللي حيت مع الترقيم دراجه ثانيه راه ما كاينش ديك اللعيبه ديال غادي يتسامحوا فيه ولا غادي زعما يتنازلوا ولا شي. يعني صافي راه يعني القانون طبق. دابا علاش باقيين كيميكو؟ حيت مع كاين الضغط يعني كاين الضغط على لي سيرفيس ديميل وكيتعطلوا بزاف، فهمتي؟ داكشي علاش مابغاوش يضغطوا حتى على بنادم باش ما يكونش الضغط على صحاب لا فيزيت وصحاب سيرفيس ديميل. بغاو يخليو داكشي غادي بشويه بشويه، ولكن راه من هنا لواحد العام ولا شناهي، من هنا لواحد العام يعني فاش غيحسوا بكلشي دار يعني الترخبات القضيه على صحاب السيرفيس ديميل وداكشي، راه غادي ثاني غادي غادي يوليو يوركوا على بنادم، وغادي يوليو ما غيبقاوش يزقلوا اللي ما عندوش بلاكه نيشان الفوريه. وهادشي اللي كاين الدراري. كنتمنى نكون ما طولت عليكم بزاف، ونتمنى تكون يعني الفيديو وصل لكم شويه الفكره على البلاكه ديال الموتور وكيفاش تصاوب وكيفاش يعني شنو كيعني حتى داك الارقام اللي فيها. ما تنساش اخويا غتنزل تحت الفيديو غتلقى صابوني او اشتراك او سبسكرايب بالحمر، كليكي عليها وفعل غتلقى واحد الجرس صغير بحال هذا اخويا كيف ما كتشوف على الفيديو، كليكي عليه باش يبقى يوصلك كل جديد على شكل نوتيفيكاسيون. اما بالنسبه للناس اللي عندهم شي اسئله يخليوهم ليا في كومونتير، غادي كنجاوب على جميع الاسئله، ما كنخلي حتى سؤال. والناس اللي عجبهم الفيديو يعطيونا شي كومونتير تحفيزي او ويديروا لايك، واللي ما عجبوش يدير ديزلايك. هادشي اللي كاين الدراري، تهلاو في ريوسكم.